لود بن بلة، والذي بدوره حدثنا عن قرار غاضب منه تجاه ما تمارسه طغمة عسكرية تحكم الجزائر بالقبضة الحديدية وتمارس ما ترفضه القيم تجاه جزائريين يقيمون في المغرب، وهو أحدهم. حسب ما علمت عنك أنك منذ سنوات ما رحت الجزائر، وكان سبب موقف احتجاجي على ذلك الخندق اللي داروه. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. حلفت باللي ما ندخلش حتى تنحل الحدود. ماشي غير أنايا، كان تقريبا في النواحي الشرقية كان 6500 جزائري مستقر، وأكثريتهم من وقت الثورة خلوا العائلة ديالهم وكبروا وكل شيء، والأكثرية ديالهم مساكين ما عندهمش دخل بس يحكم الطيارة ويروح الكيسمو، وزعما هذا عيب. المهم السلطة ديالنا أخذت الموقف باش ما تحلش الطريق، بصح بالنسبة احنا علاه يعني تشوفوا في رواحكم أنكم معاقبين من طرف السلطة ديالنا. نعم فهمت. حتى في الكوريا كان واحد الباساج إنساني. نعم. سيرتو حنايا أنا هذه تقريبا 15 سنة ما دخلت ويوجد الكثير من في مثل الوضع تاعك ما يروح. يعني نقول لك غير في النواحي ديال الوزة 6500 جزائري. كارثة بمعنى الكلمة، معاناة. وجات عندي الوالدة الله يرحمها أم الشهيد، مرضت عندي وتوفات هنايا، والكلمة ديالها في آخر كلمة ديالها قالت لي ديني دفني قدام الوالد ديالك اللي في الجزائر، وما نجمش ندخلها. قال لك خصك ديها من الإسبان، ودخلها من الإسبان ودفنتها هنا في وجدها، رغم أنها خطوتين. يعني لو حدود مفتاحة مشوار تكون هناك، يعني ما قدرت حتى الوصية نتاعها تنفذها. يعني أم شهيد ومجاهدة، راك شفت الدار هي اللي كانت تقوم باللي بليسي وتوكلهم وتغسلهم مع الأخوات ديالي. نعم، شيء مؤلم حقيقة. يعني كي تفكرها تغيظك بزاف أنك ما قدرتش تحقق لها الأمنية نتاعها. الوالد مدفون هناك يعني ما في الجزائر، يعني عندك 15 سنة ما وقفتش في قبر وتقرأ له الفاتحة ولا تقرأ له من بعيد؟ من بعيد. يعني حقيقة أنه هذا يعني